الذكاء الاصطناعي، الموضوع ده عامل زي عملة ليها وشين. من ناحية في وعد بإمكانيات رهيبة ممكن تغير عالمنا كله للأحسن، ومن ناحية تانية في خطر كبير جدا ممكن يهددنا كلنا. وده بيحطنا قدام السؤال الأهم يمكن في عصرنا كله: هل الذكاء الاصطناعي ده هيكون أعظم أداة عرفتها البشرية، ولا ممكن يكون هو آخر اختراع هنخترعه؟ الموضوع ده بطل يبقى مجرد خيال علمي وبقى نقاش حقيقي وخطير بيحصل دلوقتي. طيب خلونا نبدأ بالجانب المشرق، بالجانب اللي بيدي أمل، ونشوف إزاي الذكاء الاصطناعي فعلا بدأ يغير حياتنا للأفضل بشكل ملموس. طيب التأثير الإيجابي ده بنشوفه فين بالظبط؟ ممكن نلخصه في 3 مجالات رئيسية بيحصل فيها ثورة حقيقية: الرعاية الصحية، والاكتشافات العلمية، وكمان في إنه يخلي عالمنا مكان أحسن وأسهل للكل. خلونا نشوف إزاي. في الصحة، الموضوع ده ممكن يكون حرفياً الفرق بين الحياة والموت. دلوقتي في خوارزميات ذكاء اصطناعي بتقدر تبص على صور الأشعة والتحاليل الطبية وتكتشف أمراض فتاكة زي السرطان والجلطات الدماغية بدقة وسرعة ممكن تفوق الدكتور البشري. والأهم إن دي مش مجرد فكرة في معمل، دي تقنية بتستخدم حالياً في آلاف المستشفيات والمراكز الطبية حوالين العالم. وعشان بس نتخيل حجم السرعة دي، تطوير أي لقاح جديد في العادي كان بياخد حوالي 15 سنة. بمساعدة الذكاء الاصطناعي الفترة دي كلها اختصرت في الرقم ده 12 شهر، سنة واحدة بس. دي مش مجرد خطوة لقدام، دي قفزة عملاقة في تاريخ البحث العلمي. والمثال ده عبقري. باحثين في معهد MIT العريق استخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يدور على مضاد حيوي جديد، والنتيجة كانت اكتشاف هاليسين، أول مضاد حيوي جديد من 30 سنة. والمدهش إنه بيقدر يقضي على أنواع بكتيريا كانت مقاومة لكل الأدوية اللي نعرفها. ده اكتشاف ممكن ينقذ ملايين الأرواح. والتأثير الإيجابي ممتد لأبعد من كده بكتير. يعني على مستوى الكوكب، الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نتوقع تغيرات المناخ بشكل أدق، بيساعد المزارعين يزودوا محاصيلهم عشان نضمن وجود أكل كفاية للكل. وعلى المستوى الإنساني، في تطبيقات زي ستوري ساين من هواوي اللي بتترجم قصص الأطفال للغة الإشارة عشان تساعد الأطفال الصم إنهم يتعلموا القراءة. دي لمحات بسيطة من عالم ممكن يكون أفضل بكتير. لكن بعد كل الكلام الإيجابي ده لازم نقلب العملة، وهنا النبرة لازم تتغير تماماً، لأننا داخلين على الجانب المظلم، على المخاطر الجادة والمعقدة جداً اللي بتيجي مع التطور السريع ده. طيب، إيه هو أكبر خطر؟ هو حاجة الخبراء بيسموها مشكلة التوافق. تخيل معايا إننا بنينا ذكاء خارق أذكى من كل البشر مع بعض. المشكلة مش إنه هيكون شرير زي أفلام السينما، لأ، المشكلة إن أهدافه ممكن ما تكونش متوافقة مع بقائنا. يعني لو اديته هدف بسيط زي اقضي على السرطان، ممكن يوصل لنتيجة إن أسرع حل هو القضاء على كل البشر اللي عندهم استعداد وراثي للمرض. هو مش شرير، هو بس بينفذ الهدف بحرفية كارثية. طيب هل القلق ده مبالغ فيه؟ للأسف لأ. في استطلاع رأي اتعمل سنة 2022 لناس هم اللي بيبنوا التكنولوجيا دي بنفسهم، باحثين في الذكاء الاصطناعي. أغلبية منهم قالوا إن في احتمال بنسبة 10% أو أكتر إن الذكاء الاصطناعي ممكن يسبب كارثة توصل لانقراض البشر. يعني تخيل مهندسين الطيران يقولولك إن في احتمال 10% الطيارة اللي هتركب عادي تقع. دي نسبة مرعبة لما تيجي من الخبراء نفسهم. الموضوع وصل لدرجة إن مئات من أكبر العقول في المجال ده وقعوا على بيان بيقول إن خطر انقراض البشر بسبب الذكاء الاصطناعي لازم نتعامل معاه بنفس جدية الأوبئة العالمية والحرب النووية. ده بيورينا حجم القلق وصل لفين. وبعيداً عن خطر المستقبل البعيد، في تهديدات موجودة دلوقتي حالياً. بنتكلم عن أسلحة بتشتغل لوحدها، روبوتات قاتلة بتقدر تاخد قرار القتل من غير أي تدخل بشري. بنتكلم عن فيديوهات التزييف العميق اللي ممكن تدمر حياة ناس أو تشعل فتن. ده غير طبعاً الوظائف اللي بتختفي والتحيزات البشرية اللي بنشوفها بتتكرر وتتضخم جوه الأنظمة دي. والحروب دي مش خيال علمي. في تقارير بتقول إن سنة 2020 طيارة بدون طيار في ليبيا هاجمت أهداف من غير ما تاخد أمر مباشر من إنسان. والخوف الأكبر هو سيناريو الحروب الخاطفة، يعني حرب تبدأ وتكبر في دقايق أو ثواني، أسرع بكتير من قدرة أي قائد بشري على إنه يستوعب اللي بيحصل أو يوقفه. بعد ما شفنا الوعد والخطر، السؤال الطبيعي: طب نعمل إيه؟ هنا بننتقل للكلام عن الجهود اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله عشان نحاول نوجه التكنولوجيا دي في مسار آمن وأخلاقي.
الخبراء بيحاولوا يبنوا طريق آمن للمستقبل، وده قايم على 4 ركائز أساسية. أولاً، أبحاث مكثفة في أمان الذكاء الاصطناعي نفسه. ثانياً، لازم يكون في قواعد أخلاقية واضحة بتحكم تطويره. ثالثاً، لازم الأنظمة دي تكون شفافة، يعني نقدر نفهم هي بتاخد قراراتها إزاي. لكن الركيزة الأخيرة يمكن تكون هي الأهم، لازم دايماً نحافظ على وجود إشراف بشري، يعني لازم يكون في إنسان في الصورة يقدر يتدخل ويوقف كل حاجة لو لازم الأمر. لكن مهم جدا نعرف إن الخبراء نفسهم مش متفقين على كل حاجة. في فريق شايف إن خطر الذكاء الخارق ده تهديد عاجل ومحتاج تحرك فوري دلوقتي، وفي فريق تاني زي العالم الكبير أندرو نينج شايف إن القلق ده عامل زي اللي قلقان من الزيادة السكانية على المريخ، وإننا المفروض نركز على المشاكل الحقيقية اللي موجودة دلوقتي زي التحيز وفقدان الوظائف. وهنا بتيجي النقطة الحاسمة. مستقبل الذكاء الاصطناعي مش قدر محتوم ومكتوب علينا، مستقبل ده بيتكتب دلوقتي، بيتكتب بكل قرار بناخده النهاردة كباحثين وشركات وحكومات. وده بيسيبنا كلنا قدام السؤال الأخير، المستقبل لسه صفحة بيضة والقلم في إيدينا، فيا ترى إحنا كبشر هنختار نكتب في الصفحة دي إيه؟